السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير الحصان في المنام. وطبعا زي ما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. طبعا رؤية الخيل مستحبة في المنام، ومن الرؤى المبشرة إذا رأتها في المنام، وده طبعا بيعتمد على صياغة المنام. ودلوقتي هنتكلم في تفاصيل رمز الخيل لما يجي في المنام. الحصان في المنام أو الخيل بيدل على العزة والكرامة والشخصية القوية. وقد يأتي الحصان في المنام رمز لرجل قد تعرفه في الحقيقة، لأن من شخصية الحصان قد تنعكس على شخصية شخص بيشير إليه المنام عندما يراه الرائي، والله أعلى وأعلم. نيجي بقى لتفسير الحصان أو ركوب الحصان في المنام للأعزب. إذا رأى الشاب الأعزب في منامه أنه يركب على الحصان، فده معناه دخوله في زواج قريب بأمر الله، أو قد يدل على عمل جديد سوف يتقدم عليه، أو سيشغل وظيفة جديدة له بأمر الله، والله أعلى وأعلم. وإذا رأى نفسه أنه يركب على الحصان ومتحكم في اللجام، فده معناه في الحقيقة أنه يتحكم في زمام الأمور، إذا كان في عمل أو زواج أو أي شيء جديد هو مقدم عليه. وساعات الرؤية دي بتيجي نتيجة استخارة، فده بيدل على تيسير الحال، وبتكون بشرة بالموضوع هيمشي ولا لأ. وسقوط الأعزب من على الحصان يدل على الفشل، ويدل على الانفصال إذا كان الشخص متزوج، وقد يدل على فشل العمل أو فشل في الدراسة. فطبعا السقوط من على الحصان غير مستحب في الرؤية. أما إذا رأى في المنام إن الحصان بيعدي بيه مسافات أو بيعدي بيه حواجز، فده بيدل على تحدي جديد هو داخل عليه وسوف ينجح فيه، خاصة إذا رأى نفسه إن هو بيمشي بيه مسافات طويلة ومفيش سقوط من على الحصان في المنام، والله أعلى وأعلم. نيجي بقى للعزباء. إذا رأت في منامها الحصان وهي راكبة عليه، فده معناه إن في بشرة جديدة ليها بالزواج إن شاء الله، خاصة لو رأت إن أفضل الرؤى في الحصان في المنام هو الحصان الأسود، فده بيبقى معناه شخصية الشخص اللي سوف يتقدم لها، بيكون شخصيته ناجحة جدا، وشخصيته فيها قوة، ولا يعرف الفشل ولا يعرف الضعف، والله أعلى وأعلم. طبعا زي ما احنا عارفين ان صيغة المنام بتتحكم في تفسير الرؤية، خاصة لو شفت الحصان في كذا حال، فعلى أساس ذلك بيتم تفسيره. يعني لو شفنا الحصان ضعيف وكانت امرأة متزوجة، فده بيكون غير مبشر بالخير، لأنه يعود على زوجها، والله أعلى وأعلم. وإذا رأى أي شخص في المنام الحصان الطائر، فده بيدل على سفر قريب وسوف ينجح في ذلك السفر، في عمل أو في زواج، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأيت في المنام إن هناك أحصنة تتجمع حول بعضها وترقص، فده معناه تجمع نساء على مناسبة، أو زي ما شايف في صيغة المنام، يعني ممكن تكون مناسبة أو شيء آخر غير مستحب، وده بيتحدد عن طريق الرؤية، والله أعلى وأعلم. نيجي بقى نتكلم عن المهر في المنام. إذا رأيت المهر في بيتك، فده بيدل على الذرية الصالحة من الأولاد. أما إذا رأيتها في بيت آخر، فده بيدل على إن بيكون بشارة للبيت ده إنهم سوف يرزقوا بالأولاد الصالحين، والله أعلى وأعلم. ومن الرؤى الغير مستحبة والغير محمودة هو إنك ترى في المنام إن هناك حصان يموت. طبعا دي بتكون مصيبة وقع في المكان والعياذ بالله، والله أعلى وأعلم. أما إذا كنت رجلا أو امرأة متزوجة أو أعزب وكنت في عمل ورأيت إنك تبيع الحصان، فإنك سوف تترك عملك، والله أعلى وأعلم. والحصان المريض في المنام للمرأة قد يعود على أخاها، وقد يعود على أباها أو زوجها. يعني مواصفات الحصان في المنام للمرأة المتزوجة قد يعود على حد لها، والله أعلم في الرؤية. أما إذا رآها الرجل، فقد يدل برضو على حد من قرايبه، يا أخوه يا والده يا أي شخص قريب منه، حتى لو كان صديقه، والله أعلى وأعلم.
وبكده نكون خلصنا تفسير الحصان أو الجياد أو الخيل في المنام. وأي رؤية هتتحطلي إن شاء الله في التعليقات تخص رؤية الأحصنة إن شاء الله هنجاوب عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.